ازيكم؟ وصفتنا النهارده صحيه جدا. يعني الخبز اللي انتوا شايفينه او الكايزر اللي انتوا شايفينه دوت بدون دقيق وبدون عجن، يعني في 5 دقايق يكون جاهز معانا. الناس بقى اللي عامله دايت او الناس اللي هي مستبدله الدقيق الابيض بخبز صحي، تعالوا نشوفوا كده عملناه ازاي وطعمه هيعجبكم كمان جدا. يلا نبدا في الوصفه. اول حاجه هنجيب بيضتين، معلقه صغيره جدا من الملح وشويه فلفل اسود صغيرين. هنقلب بقى كده بالمضرب اليدوي. بعد ما نقلب كويس جدا او نضرب البيض كويس جدا، هنجيب معلقتين من الطحينه، ودي طحينه سمسم 100% طبيعيه، يعني بدون بقى الطحينه اللي هي داخلها مكونات تانية زي مثلا الدقيق او الزيوت النباتيه، دي نستبعدها ونجيب طحينه تكون سمسم طبيعي 100%. ونجيب معلقه صغيره من البيكنج باودر، وكمان شويه صغيرين جدا من الخل علشان نتاكد ان احنا نتخلص من زفاره البيض. هنجيب بقى دوت زيت سمسم عشان يكون برضو صحي. لو عندكم اي زيت صحي، زيت زيتون او زيت سمسم او زيت جوز هند، اي زيت صحي موجود عندكم. هنجيب اي حاجه مدوره عندنا تخش الفرن او تخش الاير فراير، وهننزل بيها بالخليط اللي احنا عملناه. بصوا بقى قد ايه سهل. يعني لو عندكم بذور الكتان عايزين بس تزينوا يعني كده الخبز من فوق عشان يديله شكل كده حلو، ممكن تزينوا بشويه بذر الكتان. انا كنت مسخنه الاير فراير قبلها، عملتها في البدايه على درجه حراره 180 لمده 15 دقيقه. اول 10 دقايق نسيبها على 180، والخمس دقايق التانيين هنعملها على درجة حرارة 120، ونختبرها بقى كده بخلة اسنان اللي هي الخشبية دي. لو طلعت معانا نظيفة ومفيهاش اي عجين يبقى تمام استوت معانا. لو طلعت فيها حاجة نسيبها كمان دقيقتين 3 لحد لما تستوي تماما معانا. وطبعا لو ما عندناش اير فراير ممكن جدا نعملها في الفرن. بصوا بقى يا جماعه، يعني مش قادره اقول لكم الخبز قد ايه طعمه حلو جدا. هو طبعا طعمه مختلف عن الخبز اللي هو الدقيق الابيض، لكن مش معنى ان هو طعمه مختلف وطعمه مش حلو، لا، هو طعمه حلو جدا. وممكن بقى تحشيه برجر، جبنه، اي حاجه عايزين تعملوها ساندويتش ممكن تعملوها في الخبز دوت. طعمه حلو جدا، النتيجه مضمونه، سهل، مش هنقف كتير في المطبخ، هو 3-4 دقايق وخلاص القصه كلها خلصت. وان شاء الله جربوها ويعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد وفي وصفات تانية جديدة. لو عجبكم بقى الوصفات اللي هي الصحية ووصفات الدايت اكتبوا له في الكومنتات، ونعمل وصفات تانية كتير جدا تخص الدايت وتخص الحاجات اللي هي الهيلثي عامة، او الحاجات الصحية، او الناس اللي هي بتحب الحاجات الصحية. اشوفكم على خير بفيديو جديد. باي باي.